يا ابن الجزمه وريني بقى تنزلني العربيه ازاي. انا ابن جزمه؟ وربنا انا ما عارف الاشكال دي بتتحدف علينا منين. سمعت رجعني مكان ما كنت واقفه. انا كنت واقف على فكره. انا مالي رجعني مكان ما كنت واقفه. انا كنت واقف وانا مش السواق بتاعك على فكره. لا انت مش السواق بتاعي بس انت يعني ده محترمك ومحترم الشركه اللي انت راكبه عشانها. لكن انا لو اتعامل معاكي ان انت راكبه عربيتي ومش عايزه تنزلي انا مش راكبه عربيتك. اسمعيني بس. انا مش راكبه عربيتك. وكل الورق يقول لك ان هي باسمي. لا هي عربيتي مش باسم الشركه، هي باسم انا. انا لما ركبت تاكسي تبع شركه كريم. ولا اي. انت ركبت تاكسي تبع شركه كريم اللي بيني وبينك الرحله، كنسلها وانزلي، ما تنزلي من العربيه. انت مش عايزه تنزلي من عربيتي. انا قلت لك من الاول انزلي. مفيش حاجه اسمها عربيتك طالما انا طالباك بالابلكيشن. يعني ايه؟ تمام كده؟ ماشي الابلكيشن ده حضرتك ليه قوانين. ايه القوانين؟ انك تقل ادبك عليا. ليه قانون استثنائي. ايه الاستثنائي بقى؟ اول لما يحصل لنا ظرف من حقي ان انا اقف في اي حته. من حقك تاخدني بقى في المكان اللي انت رايحه. بالظبط. انا قلت لك نزلني على الكورنيش، تدخلني المانيال ليه؟ انا قلت لك وانا رايحه التجمع الخامس. تمام مش وقفنا قدام نقطه شرطه وحضرتك ما رضيتش تنزلي برضو؟ الراجل تقريبا حس ان هي مش مظبوطه فقال لها عندي ظروف وانزلي واطلب لك عربيه تاني عادي، يعني الموضوع بسيط. يعني بعد كل قله الادب والانحطاط والسفاله اللي انت فيها انا كمان بقيت بلطجيه. حضرتك لو بتتكلمي الاول بالصح انا اتكلم مع حضرتك بالصح. ايه بقى الصح بقى؟ الصح ان انا اول ما اقول لك ان انا عندي ظروف هو انا مسكت في ديلك ما قلت لك اتنيل وقفني. اسمعيني انت اللي اتحركت. اسمعيني انت اللي. وفين قله الادب والانحطاط والانحباط ولا انا مش فاهم، يعني مش فاهم هو عمل ايه يعني. انا شايف راجل بيتكلم بكل ذوق وبكل احترام. انت قاعده في العربيه بتعملي ايه؟ بس ايوه بالنسبه لي انا مش كويسه ليه؟ وانا كل ده على فكره مش عايز اعمل معاكي اللي ما يتعملش عشان محترم ومتربي. والله لا انا نفسي توريني اللي ما يتعملش ده شكله ايه. عندك حاجه تعمل بيها ولا ما عندكش؟ يعني ايه؟ يعني عندك حاجه تعمل بيها ولا ما عندكش؟ يعني في واحده محترمه تقول له واحد عندك حاجه تعمل بيها ولا ما عندكش؟ يعني ما يصحش خالص. بليز رد يلا وريني. لا وريني والله. وريني هتعمل فيا ايه؟ اصل انا عايزه اشوف اخرك. بلاش انا واقف في نص الشارع ومستني اصلا امين شرطه جاي يكلمني عشان اقول له ان انا جيت لقيتك في العربيه دي. من الواضح كده ان هي اصلا قاعده في العربيه علشان نفسها تشوف انت ممكن تعمل ايه. سيبني وتنزل تاني برضه. هو امين شرطه اهو انا دي بقى. انده لامين الشرطه بقى. يلا انده لامين الشرطه هاتهولي. تاني برضه هتسيبني وتنزل؟ يا غبي بصور فيديو، اعمل اي حاجه، حط ايدك على شعري، نزل ايدك في اي حته. انت هتسيبني ونازل؟ واقف ورا العربيه، يعني فضل راكن وفضل واقف برضه ورا العربيه دي للمره التانيه يعملها. يعني انا قاعده في العربيه دي، العربيه الخاريه دي انا قاعده فيها من الساعه 4 الا ربع. الساعه كام دلوقتي بقى؟ الساعه دلوقتي زمانها 5 الا شويه. انت قاعده في العربيه من الساعه 4 الا ربع؟ ما تنزلي، الواد ساب لك العربيه ومشي. ما تنزلي، انت قاعده في العربيه ليه؟ يسيبني انا في العربيه ويمشي. انا بقى هاخد المفتاح. ده من ايه ده؟ ده بقى اللي اسمه بلطجه. بعد اذنك يا ابن الجزمه وريني بقى تنزلني العربيه ازاي. انا ابن جزمه؟ انا ابن جزمه؟ اقسم بالله يا ابني سبحان ما انت ربنا مصبرك عليها. البت عايزه تاخد بالكوريك في دماغها. ما عرفتش اخد المفتاح. نفتح بقى باب العربيه اللي ورا. نوع من انواع الرخامه. الاستاذ دوت اخدني من البيت من جاردن سيتي تمام، ونزلني عند الفور سيزون وقال لي انا هلغي الرحله لوحده كده. ما اعرفش. قال لي انا جالي تليفون. لازم اروح الهرم دلوقتي بس. قال لي انا جالي تليفون وهلغي الرحله. قلت له طب بعد اذنك وديني الملك الصالح. بعد ما مشي بحضرتك. بعد ما مشي بيا. زي ما انت شايف كده العقليات اللي احنا بنتعامل معاها. وبجد يعني انا كنت لسه بفكر اجيب عربيه جديده وعربيه حلوه علشان الناس تبقى راكبه معانا وهي مبسوطه، ولكن للاسف ناس كتير قوي من اللي بيركبوا معانا ما يستاهلوش ولا عربيه نظيفه ولا خدمه كويسه
وزي ما انت شايف كده يعني. سلام.